السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم مع وصفة رمضانية اللي ما يمكنش تخطأ أي دار، الشباكية أو المخرقة بمقادير مضبوطة وغير بنص كيلو دقيق اللي تعطينا 2 كيلو ديال الشباكية. هاد الشباكية تجي هشيشة ولذيذة بزاف ومجعبة. ندوزو للمقادير على بركة الله. هنايا البنات تنستعملو 600 غرام ديال الدقيق، من بعد تنديرو نص كاس ديال الزنجلان محمر ومطحون ومغربل مزيان، وتنزيدو نص كاس ديال اللوز حتى هو مطحون ومغربل مزيان، قبصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه صغيره ديال النافع حتى هما مطحونين مزيان ومغربلين، معلقه صغيره ديال القرفه، وتناخدو 4 غرام ديال الساشي ديال خميره الحلويات، وراس ديال المعلقه ديال الخميره فوريه. من بعد البنات تنمزجو النواشف كامله حتى تتجانس لينا. عاد تنضيفو نص كاس ديال الزبده مذوب، ونص كاس ديال الزيت مخلط بين زيت بلديه او زيت روميه. تناخدو صفار ديال البيضه وتنجانسو العناصر تاني كامله بين ما تلبس لنا الدقيق بالزبده. من بعد تنضيفو معلقه كبيره ديال الخل وكاس لاروب ديال المزهر، تنخلطوهم. عاد تنضيفو ليهم نص كاس ديال الماء مخلط مع ضمه ديال الزعفران. هاد نص كاس ديال الماء البنات تنزيدوه غير بشويه بشويه باش نحصلوا على عجينه قاصحه بزاف، حيت عارفين الشباكيه ضروري العجينه فيها تكون قاصحه. كما لاحظتوا هنايا تنضيف غير بشويه بشويه، تقريبا خدات ليا نص كاس قل شي 2 معالق، وهذه هي العجينه اللي حصلنا عليها في الاخير. من بعد تنشدوا العجينه ديالنا وتنقسموها لاجزاء وتنديروها في بلاستيك باش ما تنشفش لينا كما تلاحظوا هنايا في الشكل. من بعد تناخذوا واحد الجزء تنطلقوه بالمدلك ديالنا وتندوزو نورقوه بحال المسمن، تندوزو نتنيو على 2، من بعد تنتنيو على 4 المرات ولا على 3، المهم على حساب كل بنت. المهم هاد الطريقه ضروريه جدا باش تجينا الشباكيه مجعبه، وتنبقاو مستمرين بهاد الطريقه حتى تنساليو الكميه اللي عندنا ديال العجين. وهاد الكميه كامله تنخليوها في البلاصيك كما قلت لكم البنات باش ما تنشفش لينا العجينه. من بعد تناخذوا واحد الجزء وتنطلقوه بالمدلك. البنات اللي ما عندهمش الماكينه يقدروا يستعملوا غير المدلك، ولكن خاص العجينه تكون عندنا رقيقه بزاف. اللي عندهم الماكينه يستعنوا بها، يدوزوها في المره الاولى في الرقم 4 ومن بعد في الرقم 6 او 7. من بعد مني تتورق لينا العجينه تنزيلوا الاطراف ديالها تنقادوهم، ومن بعد تنديروا 5 شريطات، 1 2 3 4 5، وتنقطع وتنبقى غادي على هذه العمليه. تنسالي الشريط اللي عندي. بالنسبه للاطراف اللي في الجنب ما تنعجنوهاش، تنخليوها مطلوقه. من بعد غنوريكم الطريقه كيفاش نستغلوها باش ما تعذبناش في العجينه. تناخذوا اول مربع عندنا تنتنيو الاولى والثانيه فوق الثالثه والرابعه، ومن بعد الخامسه والسادسه تنتنيوهم من التحت. تناخذوا الاطراف اللي عندنا الفوق باطراف الاصابع وتنشدوهم مزيان باش ما يتحلوش لينا اثناء القلي. تنحصلوا على 2 دورارات، ومن بعد تنقلبوها وتنقادوها غير بشويه البنات. بالنسبه هنايا الاطراف تنمسكوهم نضغطوا عليهم مزيان، وبالنسبه للزوائد تنحيدوهم، وتنبقاو غادي مستمرين بهذه الطريقه حتى نساليو الكميه اللي عندنا كما تلاحظوا في هذا الشكل كيفاش تجينا. هانتوما البنات تبعوا غير بشويه المراحل راه باينين في التصوير. غنعاود معكم وحده بالعرض البطيء. غادي ناخذ ثاني المربع ديالنا، غتنيو الاولى والثانيه على الثالثه والرابعه، والخامسه والسادسه غتنيوها لتحت. من بعد تنشدو ثاني الاطراف تنقبصوهم بالصبع ديالنا
ومن بعد تنتنيوها وتنتمو غاديين هكا تنساليو العجينه كامله ديال التشباك. بالنسبه للاطراف تناخذوهم والزوائد اللي كنا حيدنا قبيله، غناخذ مربع من هذوك اللي ورقنا، غادي نفتحوه وغنديروهم الوسط ديالهم، وغادي من بعد غنستعملو المدلك وغادي نطلقوها باش ما تعذبناش في العجين. ومن بعد ما سالينا غندوزو لمرحله القلي في زيت سخونه مزيان، تنكونوا مجهدين عليها حتى تتسخن. ومنين تنبداو نرميو الشباكيه ديالنا غادي نقصوا العافيه، تكون متوسطه وما تكونش مهيله بزاف. وتنبقاو نرميو الشباكيه ديالنا ونقلبوها غير بشويه حتى نحصلوا على لون ذهبي. هذا هو اللون اللي بغيناه، حيت ما يمكنش نحمروها بزاف حيت تتكمل التحمار ديالها في العسل. بالنسبه للبنات خاص الشباكيه تكون سخونه والعسل تكون بارده، وتنصحكم ان العسل اللي تكونوا مصايبين البنات تكون ثقيله ما تكونش خفيفه، حيت مع الحراره ديال الشباكيه تطلق لينا بزاف وما تشربهاش لينا الشباكيه. وتنبقاو مستمرين في الرمي ديالنا عاد تندوزو للشباكيه نغطسوها في العسل باش تشرب لينا، ومن بعد غادي تشوفوا معايا النتيجه. بالنسبه للبنات هذه هي النتيجه المحصل عليها، شباكيه لذيذه بزاف ومذاق خطير، فيها الهشه وتكون لذيذه ومجعبه وشاربه العسل. كما غتلاحظوا معايا هنايا تشوفوا الهشوشيه اللي كاينه فيها، صراحه تجي زوينه بزاف. بالصحه والراحه وشكرا على المشاهده.